في التسعينات وهما بيرمموا بيت زينب خاتون، العمال اكتشفوا كنز مدهش مدفون جوه حيطة. مئات العملات الذهبية المملوكية والإيطالية. كنز قعد سنين طويلة مستخبي تحت البلاطة. ممكن تروحوا تشوفوه في المتحف الإسلامي، بتلاقوا اسمه خبيئة زينب خاتون. لكن السؤال اللي بيدور في دماغنا، هل زينب خاتون وهبت الكنز ده صدقة على أرواح المقاومين اللي ضحوا بحياتهم ضد الاحتلال الفرنسي؟ ولا في حكاية تانية؟ يمكن حد من ملاك البيت كان حاطط الكنوز دي خايف من السرقة أو بيعمل مؤامرة سرية؟ الحقيقة لحد النهاردة محدش يعرف. تعالوا ندخل مع بعض ونكشف الأسرار اللي مستخبية ورا جدران بيت زينب خاتون. بيت زينب خاتون موجود في حي الأزهر، وهو بيت مميز بتاريخه الطويل اللي بيرجع لعصر المماليك، لأن اللي بنته الأميرة شقراء حفيدة السلطان الناصر بن قلاوون. أما زينب خاتون كانت في البداية جارية عند محمد بيك الألفي، لكن حياتها اتغيرت جدا بعد ما تم عتقها وأصبحت سيدة حرة. القصة بتقول إنها جوزت أمير، وبيت زينب خاتون بقى بيتها اللي عاشت فيه قصتها. لكن الدور الحقيقي للبيت بدأ يظهر أيام الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، لما البيت تحول لملاذ آمن للثوار يخططوا فيه العمليات ضد قوات الاحتلال. بفضل تصميمه المعماري المميز بالممرات السرية والأبواب المخفية، كان من السهل على الثوار يستخبوا ويتسللوا من وإلى البيت بدون ما حد يكشفه، وده خلاه واحد من أهم أماكن المقاومة السرية وقتها. استنوني في حلقة جديدة.